مثيرة للجدل. فين ما راحت الكل وراها، وقصص وحكايات ومشاكل كتير دايما مصاحباها. معاكم ومعانا على ميلودي النهارده النجمة الجميلة مروة. مروة اهلا بيكي على ميلودي. ميرسي اهلا فيكم، شرفتنا. مروة عايز اقول لك، لما بيجي دايما اسم مروة بيحصل دايما حالة من مش من المشاكل، بس حالة من الجدل. ليه دايما كده؟ بحبوني كتير، وهيدي المحبة ممكن بتصير استغلال، والاستغلال الاسم هيدا بفيدهم. شو رأيك؟ والله انا شايف ان دي حاجة كويسة، بس في الوقت نفسه مش ممكن تكون حاجة مؤذية. بيأذوا نفسهم، لأنه أكيد لما مثلا جمهوري اللي بحبني بيسمع مني الحقيقة فا اوريدي يعني عرفوا كل شيء. انت بتاعت مشاكل يا مروة؟ لا، شو رأيك؟ والله انا لسه ما عرفتش. يعني شكلي هيك؟ انت شكلك مش بتاعت مشاكل، بس من القصص دايما اللي الناس بتسمعها عنك بيقولوا ان مروة بتاعت مشاكل، على الرغم ان يمكن ما يكونش في القصة نفسها مشكلة. بس ليه دايما الانطباع ده موجود؟ بقول لك يعني ممكن في حد ممكن يخلق مشكلة ويحط سببها مروة علشان تبقى تكون تعمل إثارة في الوسط. فأنا أكيد ما بحب الأشياء السلبية. انت النهارده هتكلمينا لبناني ها؟ ايه شو رأيك؟ حلو اللبناني. مرة هيك مرة هيك، مرة كده ومرة مرة هيك مرة هيك. فكتير بشوف أنا إنه بكون أنا مع نفسي يعني مش سلبي ابدا، كثير ايجابيه، كثير بحب الكوميديان من انا وصغيره، كثير بحب الهزار، بس بوقت الشغل كثير جديه. ففي بعض ناس بتفتكرها يعني بالشغل انه غلط، لانه تعودوا علي مثلا بجو مرح، ولما بتيجي بتحكي بالشغل بتلاقيها مروه تغيرت كثير. فلقيت نفسي انه قل لهم هيدا الشيء قبل ما بلش معهم شغل، انه انا وقت الشغل جدي. وفيها ايه لو اكلم صاحبك هو قالم من ناس حواليا، ليه تخلي لغيرك صاحبك وزي ما ليك حق انا ليا. فيها ايه لو اكلم صاحبك قالم من ناس حواليا، خلي لغيرك صاحبك زي ما ليك انت في رأيك الناس بيبصوا لك ازاي؟ يعني مطربة ولا فنانة استعراضية ولا ممثلة؟ رح اقول لك شغله، انا ان شاء الله لاثبت نفسي اكثر بالسينما كممثله، رح اقول اوكي يمكن ببدايه الفنيه بالتمثيل كانت بدايه فنيه، كانت تجربه فنيه سينمائيه، والحمد لله النجاح اللي تحقق بالايرادات اللي حصلت بالافلام اللي كانت عدت قبل هيك، هذا خلاني انه نثبت اكثر انه مروه كممثله علشان ابقى شامله. وهذا الطموح اللي موجود عندي، انه كون شامله، فنانه شامله، ان كنت ممثله وان كنت فنانه استعراضيه او مغنيه. ما بلاش نقول كلمه مطربه، لانه نترك للاصوات اللي هي محققه بالطرب فعلا بيطربوا الودان تاعتنا. فانا بحب كون شامله، وما بحب اقول عن نفسي بس مغنيه، لا انا ان شاء الله عندي اشياء حاثبت فيها بهالشيء وممكن نحكيها بعد شوي. طيب انت شايفه نفسك مش مطربه؟ مغنيه بس مش مطربه؟ لا انا مش هطرب الناس اللي يعني مش هحط حالي بمقام الناس اللي ممكن تطرب. يعني انا ممكن اقول بحط مقام الفنانة يعني الجميلة اللي أنا بحبها شيرين، فعلا إنسانة تطربني. مطربة. أيوة. طيب على نفس الصعيد اللي مروة بتغني عليه، تفتكري مين أقرب واحدة ليكي، أو مين اللي بتنافسك، أو مين اللي أنت بتنافسيها في اللون اللي أنتوا بتعملوه؟
شوف اقول لك على شيء، كل فنانه الها كاريزما، وكل فنانه الها ستايلها. انا دايما بحاول قد ما فيي ابعد عن اي ستايل موجود بالسوق، وضلني انه اشوف حالي على المرايه، لانه المرايه هي اللي بتنافسني بس. انت بتحبي المرايه يا مروه؟ قوي. احكي، كلميني عن طفولتك شويه يا مروه. اول شيء انه المرايه بحسها هي حقيقه مروه اللي بتشوف حالها، ان كانت بجمالها، انه اذا كنت انا مثلا عم شوف حالي اذا حلوه ولا بشعه، وين بدي مثلا شعري كيف بده يكون. بحب المرايه لانه بتحكي لي اذا كنت انا حزينه ولا كنت فرحانه. بحب المرايه علشان اذا كنت عم برقص مثلا، بحب انه ارقص على المرايه مثلا. بحب مثل واحكي مع نفسي، فبشوف شكلي على المرايه اذا حلو بهالشكل ولا لا. طيب فحلوه المرايه ما هيك؟ ايه؟ انا بنصحك انك تشوف حالك على المرايه. انا هحاول اشوف نفسي على المرايه من هنا ورايح. والله حلو بيتهيألي الموضوع ده هيبقى مهم يا جماعه، وانتوا كمان لازم تشوفوا نفسكم على المرايه. حاجه مهمه، بس مش مرايه العربيه، اتفرجوا على المرايه. وانتي باصه في المرايه، لما تيجي تبصي لمروه الانسانه بعيدا عن الفن، بتشوفي ايه؟ وبتقولي لنفسك ايه؟ بتنصحي نفسك بايه؟ وبتكرهي في نفسك ايه؟ انه في شيء عميق انا بعدني لهلا ما بفهم نفسي فيه. في حزن من بداخلي. بكره نفسي انه موديه شوي، مزاجيه. فجأة ممكن تلاقيني ببكي بس ببكي لانه بحس انه بقول ما عندي الحريه الشخصيه الكامله. يمكن طموحاتي اكبر مني بكتير، بس برجع بتشكر رب العالمين اللي اعطاني يمكن اكثر ما بيستاهل. لما بتبكي حد بيشوفك؟ ولا ما بتحبيش حد يشوفك وانت بتعيطي؟ لا هي صعبة شوي. بس اقول لك شغله، هي مش عيب، بس انا شوي حساسة. مش اكتر من كده. طيب مين اللي شجعك على دخول الفن في الاول؟ اول شيء انه بيي الله يرحمه، وحبيت انا كفي المسيرة هاي عشان حس انه بيي عايش معي. طيب. الوالد يعني هو اكثر. وانتي صغيرة كنت بتحلمي باللي انتي فيه دلوقتي؟ انا وصغيره عشان كانت طموحاتي عاليه واحلامي كتير كبيره، واحلامي ما كانت توقف على نقطه معينه، كانت بتزيد اكثر من هيك بكتير. ف ف ف فكنت بحلم بالشيء اللي انا هلا وصلت له. فمشان هيك انا بقول انه الاحلام الحلوه واللي بتشوفوها دايما خليها دايما حلوه، تكون قدام عينكم ودايما تكون متفائلين فيها. ما تشوفوا شيء ما حلو علشان ما يتحقق. هيدا بالنسبة لنصيحتي للغير. أما بالنسبة لإلي أنا وصغيرة، أنا كنت أحلم إنه باللي أنا وصلت له هلا، بس بحس حالي إنه طميعة كتير، وبحب إنه دايما إني أكبر بأحلامي أكتر، وهذا الشيء تمسكت فيه أكتر وأكتر. وفعلا بعيش بسيناريو مع نفسي، وهذا الشيء اللي مشجعني انه يكون يعني شو بدي اقول لك، انه اعمل الاحلى. يعني دائما انه بفكر اللي عملته هلا حلو، قنوعه، ولكن قناعتي بعض الاحيان لسه ما حققتيش كل طموحاتك. لا